لو مكملين علشان خاطر الولاد يبقى لازم تكملوا صح. في كتير جدا مننا بيقول الجملة دي: انا شايل جبل كده على كتفي ومستحمل وعايش عشان خاطر ايه؟ الولاد. طيب انا عايزة اتكلم في حاجة. لو انتوا قررتوا ان انتوا تعيشوا وتستحملوا عشان خاطر الولاد، يبقى تعيشوا صح. بمعنى ايه؟ ان احنا المفروض ان احنا مش هنبقى بنحب بعض الحب الكامل، بس لازم نبين قدام الولاد ان احنا كويسين. يعني ما ينفعش ان احنا نحط الولاد وسطنا تبقى وسيلة ضغط. يعني قول لباباك، قولي لمامتك، لا ما ينفعش، عشان الولاد بس يطلعوا سويين نفسيا. لان الولاد على فكرة بيحسوا وبيعرفوا وبيشوفوا حاجات وبيلاحظوا حاجات انتوا مش واخدين بالكم منها. كمان ما يحاولش ان احنا نقلل من بعض قدام الولاد. يعني ما ينفعش ان انا اقلل منك او ما اسمعش كلامك او ان انا افرض رأيي او هي او انت تفرض رأيك. المفروض الحاجات دي تبقى بينك وما بينها او بينك وما بين جوزك، علشان برضو الولاد ما يتأثروش. اصل احنا قررنا نعيش، وعشان خاطر الولاد يبقى لازم نعيش صح. نعيش صح ازاي؟ لازم نبين قدام الولاد ان احنا كويسين. الداخليات والحاجات دي تبقى بيني وما بينك. لو في خلافات او خناقات تبقى بيني وما بينك. ما يبقاش ينفعش ندخل الولاد في اي مشاكل تخصنا. ما ينفعش ان انت تمسكهم تقعد تحكي على مامتهم حاجات مش كويسة او عيوب فيها، وانتي كمان ما تقعديش تتكلمي على باباهم كلام مش كويس. بكرة وبعده على فكرة الولاد هيفهموا، واللي بيعمل كده هينزل من نظره وهيسبب له مشكلة نفسية. فلازم ان احنا نبقى مخليين البيت قدام الولاد كويسين، مفيش اي مشكله. مش عايزاكوا تبينوا ان انتوا الحب اللي مفيش منه، لا خالص، بس حتى يبقى في بينكم وما بين بعض احترام متبادل. ما ينفعش ان انت تتكلم على مامتهم في التليفون قدام حد او تشتكي عيوبها، وانتي نفس الموضوع. ما ينفعش ان انت تعيبي باباهم مع مامتك مع اختك مع صاحبتك. ما ينفعش طبعا. هو ما ينفعش قدام الولاد وقدام اي حد خالص ان احنا نعيب في بعض يعني. بس بجد انا بشوف حاجات، بشوف الام بتفضل تزرع في ودن الولاد: ده باباك وباباك وباباك، وانا الست اللي بضحي، وانا الست الكويسه، وانا الست اللي مفيش زي يعني واقفه جنبكم، وانا اللي بعمل، وانا. وفي رجاله نفس الموضوع بيقعدوا يقولوا: انا اللي بشتغل، انا اللي بجيب، مامتكم مامتكم مامتكم. الموضوع ده على فكرة بيأثر على الولاد جدا جدا نفسيا، وبيخلي الولاد يطلعوا غير سويين. كمان هم بيبقوا قاعدين في البيت او ان هم عايشين عيشة مش كويسة. فاحنا قررنا نعيش عشان خاطر الولاد وبلاش ننفصل. يبقى احنا لازم نبقى اب وام. احنا فشلنا كزوجين، يبقى نعيش كأب وام كويسين عشان الولاد. ما انتوا قررتوا بقى. هو المفروض ان احنا لو الحياة بقت مستحيلة كل واحد ينفصل. ده انا لا عندي يعني يكون احسن حاجة عشان الولاد يعيشوا حاجة سوية. طيب مش هينفع، يبقى احنا نيجي على نفسنا ونبقى يعني نبقى اب وام كويسين، ونبقى ناس كده عاقلة، ونتعامل مع بعض بحب وبتقدير وباحترام. يا رب يكون الفيديو عجبكم.